نزل الشوط الثاني النادي الاهلي ضامن في جيبه جونين، ضامن المباراه والدنيا زي الفل، واذ بالشناوي يرجع فرقه شبيبه القبائل تاني للمباراه. ازاي بقى تمشي 2-0 والدنيا سهله كده؟ لا، لازم يبقى لي بصمه. فكوره غريبه الشكل تيجي في كعب رجله وتخش، كوره عرضيه ملهاش لازمه، ولكن ده اللي يدل بقى ان ايه، آن الأوان إن مصطفى شوبير لازم يقف بقى يحرس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، سواء هو أو أحمد الشناوي بتاع بيراميدز. لأن بصراحة محمد الشناوي البركة حلت عنه خالص الفترة اللي فاتت دي، وتحس كده اللي كانوا وز هيطلعوا الفترة اللي جاية دي بط. ليه؟ لأن حتى النهارده حس بالحرج، فهو اللي طلب التغيير. خلي بالكم، ودي حركة انا بشكره عليها، لان لو كان كمل كان ممكن في كورتين، كان ممكن منهم واحده جون، وكان المباراه ازمت اكتر، وكانت الدنيا هتبقى مش احسن حاجه معاه مع جماهير الاهلي. ولكن هو حس ان هو مش قادر، فقام جاي، او ان هو مش يومه، فطلب التغيير وغير ونزل مصطفى شوبير اللي صد انفرادين، 2 انفراد على غير العاده. متهيألي لو فيهم واحده الشناوي كان موجود كان فيهم واحده هتخش، وده مش تقليل. احنا بنتكلم ان الشناوي طبعا قعد فتره كبيره هو رقم 1 في مصر، وهو احسن حارس في مصر، بس خلاص بقى كل وقت وله اذان، ودي سنه الحياه. شوبير طالعه ما شاء الله، حتى لما جه يقف السنه دي في اول الموسم اللجان اشتغلت والدنيا اشتغلت، وانتوا عارفين اللجان دي هي اللي مشت شوبير الاسم الكبير اللي هو بيمشي اي حد، وكان بيتكلم على اي حد ما بيهموش اي حد. تخيل ان اللجان دي مشيت، فهو خدوا ذنب مصطفى شوبير بذنب ابوه، وبداوا يهاجموه ان هو ما يقفش والكلام ده. ولكن ادي النتيجه، شوف بقى ربك تلف ومصطفى شوبير يركز وينزل ماتش المنتخب يصد ضربتين جزاء. سيبك من الاثنين اللي طلعوا بره، صد ضربتين جزاء، ربنا بيديله حقه بقى. يعني ربنا العدل بيديله حق وبيرجعه بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه النهارده ده. الماتش اللي فات بتاع المنتخب لما ينزل يصد ضربتين، مع العلم ان الشناوي متميز يعني بصد ضربات الجزاء. وما تنسوش السوبر المصري السنه اللي فاتت لما كان لو شيكابالا جابها هيجيب جون وياخد الكاس، هو انقذ الدنيا ورجع الكاس تاني للجزيره بس خلاص بقى، هي دي سنه الحياه كابتن شناوي. يعني الاوان بقى ان شوبير هو اللي يبدا، وانت يعني خلاص اقف لغايه ما ترجع تقاتل تاني وتجيلك الفرصه تاني، والدنيا تبقى بس بالمجهود مش باللجان. يعني بالمجهود مش باللجان.